وهو نجح من ناحيه ان هو يخلي الفم ده لا هو بيضحك ضحك كبير، ولا هو مبتسم ابتسامه ملكيه، ولا هو غاضب قوي علشان يحمي، لان الحامي تملي بيبقى شكله قاسي قوي وسنانه طالعه وبتنزل دم وبتاع زي ما احنا متخيلين، ولا راجل كول جدا 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 وشه كول بتاع اي بني ادم ماشي في الشارع. دي عبقريه انت تعرف تعمل حاجه زي كده. لكن الثانيه من غير حوايج، فساب لك احنا كلنا مركزين في البق علشان الابتسامه الغامضه دي، وسيبنا بقيه الفن بقى اللي عمله كله. وبعدين كل ما العمليه تهدى، كل ما الناس خلاص بقى الموناليزا بقى راحت عليها، عندهم نظام هايل ان هم يحيوا الحاجه تاني. يعني السنه اللي فاتت لقوا حرف الدي والفي والال موجود في عينيها، وده ليوناردو اللي هو لو انت بصيت على الحروف دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي اسماء دافنشي، الدي والال حطها جوه العين علشان ما تبانش وتبان وتطلع بعديها مش عارف ايه. هيقول لك بقى طب نحل بقى نفتح العين بقى بتطلع تطلعي اللي هو انت ده تجيب ال وبي وسي وايه وكل الحروف اللي جايه في الدنيا، لكن عرفوا يحيوها تاني بعد ما كانت هتموت. فخبر زي ده يروح مطلع 40 مليون تذكره زياده في اللوب السياحه تتنقل لفرنسا، فتبقى فرنسا اكثر بلد سياحي في العالم، 72 مليون سائح. واحنا عندنا وزير السياحه طالع مبسوط قوي قوي بان 83% هايل في سعاده غامره ان احنا 83% من سياحه شواطئ. هتبقى مصر 83% سياحه شواطئ مصر. انا ابيض. اما الكاستل الصالح تبقى ايه؟ اما الكناري ايلاندز تبقى ايه؟ الجزر الكناري تبقى ايه؟ اما الكوت دازور تبقى ايه؟ اما الموناكو تبقى ايه؟ اما مونتي كارلو تبقى ايه؟ لما احنا يا مصر فرحانين بان احنا 83% سياحه شواطئ. يا سيدي وانا ضد يا سيدي سياحه شواطئ وانا مش ضدها، مش هخش في الحته دي. لكن مصر لا طبعا، مصر لا تسوق على انها بس شاطئ واحده قاعده مليون ماسكه كوكتيل طالع منها امبريلا ملونه. عارفين الامبريلا اللي بيحطوها دي اللي بتخش من عينيكم دي اللي انا عمري برضه ما فهمت ليه تتحط يعني. فالامبريلا فوق دماغك خلاص، انت ليه لازم واحده في عينيك واحده فوق دماغك يعني ولا ايه؟ من 16 ل 17%. سياحه ثقافيه وسياحه علاجيه وسياحه مؤتمرات وسياحه مش عارف مين وسياحه السفاري وسياحه الحيوانات وسياحه الجيولوجي وسياحه الجبال وتسلق، كل ده 16 17%. وبس الناس اللي قاعده بالمايوهات قدام البحر هذه النسبه انها نسبه مخيفه. والمخيف اكثر ان وزاره السياحه يعني بتركن وترتاح لهذا الرقم. يعني انا اعتقد ان الرقم ده كان كفيل بان هم يعني لازم يا اما يمشوا يا اما يعدلوا من طريقتهم. النهارده جاي بتقول انا اسوق سياحه ازاي في اللي احنا فيه ده. انا اقول لك بتسوق السياحه في اللي احنا فيه، هو ده تسويق السياحه دلوقتي. تقول لي الامن، اقول لك الامن سبب من الاسباب اللي بيخليك ما تجيش. لكن طب لندن كانت مولعه، طب من منكم يعلم ان من شهرين روما كانت مولعه نار مولعه والناس في الشوارع والضرب والسحب والشرطه قالت المتظاهرين وضربت روما ايطاليا، مش انجلترا قبليها بشهر. فاكر لما محمد صالح صاحبنا المرشد الايطالي بيقول لي بس روما كانت مولعه وما انتهاش مع الكرب تاني بالهيروغليفي كله كويس. تخش بقى ريسبشن كل ده بره استقبال. خش ونسيت اقول لكم انه الطب بتاع الهرم عملوا فيه لمض اضطروا ان هم يطفوها لان قامت ضد الفندق دعوه قضائيه في امريكا ان الطيارات مش عارفه تسوق منه، ان الطيارات في السماء مش عارفه تطير منه من الضوء ده. الضوء ده مضايقهم، طالع من الهرم من قمه الهرم البلبل بتاع الهرم مطلع ضوء وصل للسماء بيضايق الطيارين وهم بيطيروا بالطيران فوق، فعملوا عليهم دعوه ووقفوا. واحنا لسه النور اتقطع
والنور جه. احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي بتقول النور جه، يعني ما فيش حاجه اسمها نور جه، يعني احنا العداء اللي بنقول النور جه. فتخش جوه الريسبشن تلاقي مسلات 30 متر في الريسبشن بس، تلاقي هيروغليفيات، تلاقي معبد ابو سمبل مصغر، تلاقي مقبره توت عنخ امون مصغر، تلاقي ريستوران اسمه بابايرس بردي. فبتخش على الفندق، فبوريهم الباسبور، عرفوا ان انا من اسكندريه، قعدوني في اوضه السرير محطوط عليه الخرطوش الملكي للاسكندر الاكبر بالهيروغليفي. دي سياحه، دي سياحه. مش اكبر سوق سياحي عندي خان الخليلي 99% منه ميد ان تشاينا؟ دي سياحه. بفتح الدولاب لقيت الاسكندر قدامي، اسمه كده منحوت قدامي قد كده، محطوط على خشب كده اهو، وصح دولاب. كل حته تروح هتلاقي الاسكندر عشان يشعرك بان انت في مدينتك. بيحيوا الراجل اللي انت جاي من عنده. 24 ساعه الفندق شغال طبعا قمار. انا طول ما انا ماشي عايز هموت اطلع غلطه في الهيروغليفيات اللي حواليا دي عشان اعرف ارجع واقول لما رجعت مش عارفين شغل كويس، واعمل كده بقى في الاعلام عندي. مش عارف كله صح. لغايه لما معدي قدام محل بيبيع عاديات جوه الفندق، طلع لي واحد بيقول لي would you like to write your name in hieroglyphs؟ فده بقى بالظبط you are selling water. انت بتبيع الميه فحط الهيروغليفيين. فرحت باصص له كده ومبتسم، قلت له would you like to write your name in hieroglyphs؟ قال لي حضرتك تعرف هيروغليفي وبتاع. مجات عليها مناظر مصريه قديمه، والمج عليه خرطوش فاضي، وانت واقفه بيخش مكنه يكتب على مش عارف ايه، كمبيوتر يرش ايه مش عارف بتاع ايه، يطلع لك اسمك بالخرطوش، تروح تشرب فيه بيبقى اسمك مكتوب بالهيروغليفي على المج. وانت ولا مليم ملكيه فكريه ولا حتى فكريه ذات نفسها عارفه الموضوع. معرفش مدام فكريه راحت فين. يعني دي كده حته بس للاحباط يعني.